السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المسلسل ديال فالفيردي مع تشواميني صراحة ما بغاش يسالي، تا كنقول صافي اخر فيديو وكيخرج لك شي خبر تنقول ضروري ما نشاركو معكم. المهم اخر خبر وهو ان ريال مدريد فرض عليهم غرامة مالية على اللاعبين بجوج ديال 500 ألف أورو، تقريبا واحد 500 مليون سنتيم مغربية لكل لاعب، هي مليون أورو في المجموع. 500 ألف أورو بالنسبة لهاد اللاعبين هادو راه بحال كتقول 20 ألف فرانك مغربية، واحد 20 أورو ولا 30 أورو بالنسبة لهم، لأن داك الفلوس اللي كيتخلصوا هما يعني ملايير ديال ملايين ديال الأوروات اللي كيتخلصوا في السنة، فبالنسبة لهم لا شيء. هذا من الناحيه يعني الماليه، ولكن الناس لا المختصين ولا المحللين ولا المراقبين ولا الصحفيين، يعني الناس كيتسناو اشنو هي الغرامه بين قوسين، الغرامه الرياضيه اللي خصها تفرض على اللاعبين. واش غتكون شي غرامه يعني انهم ما يلعبوش واحد المده؟ يعني دابا صراحه ريال مدريد في واحد الموقف صعيب بزاف لا يحسد عليه. عندك جوج ديال اللاعبين من الركائز ديال الفريق، دابا بغا يبيعهم مشكله، شكون غيشريهم منه دابا؟ لان الفرق الاخرين نو سون طونطوس، راه ماشي اغبياء الفرق الاخرين. الا بغا دابا مدريد يبيعهم يعني عارفين بان مدريد بغا يحيدهم عليه، غادي ما غيعطوش فيهم هذاك الثمن اللي يستحقوه فعلا. مثلا الا كيسوا كل واحد فيهم 100 مليون اورو غيعطيو فيهم واحد 50 ولا 60، لان عارفين بان ريال مدريد بغا يحيدهم عليه. جاي يخليهم في الفريق يعني صعيب. كيفاش غدير جوج اللاعبين وصلوا يدابزوا يعني بونيه، راه نط بونيه بمعنى الكلمه في المستودع ديال الملابس، دابزوا يعني واش غترجع العلاقه بيناتهم كما كانت سابقا؟ صعيب. شي كاس لا تهرس وبغيتي تعاود تقادو صعيب بزاف. اذا المدير الرياضي في هذه الحاله ديال ريال مدريد هي في واحد الموقف صراحه لا يحسد عليه، لان كيفاش غادي كما قلت لكم كيفاش غادي يدير في هذا الموقف هذا؟ جيتي تبيعهم مشكله، جيتي تخليهم مشكله، وخاصة وانهم من الركائز ديال الفريق. فالفيردي راه ماشي اي لاعب في ريال مدريد، راه هو العميد الثاني بعد كارفاخال ومن اللاعبين الاساسيين. تشواميني كذلك، يعني كيلعبوا به في وسط الميدان، كاين شي مره كيلعب سنترال لور في الدفاع، يعني لاعبين. فالفيردي عاوتاني كيلعب به في وسط الميدان، كيمشي به للظهير الايمن لاتيرال ديريتشو، يعني لاعبين اللي من الركائز الاساسيه ديال الفريق. صعيب بزاف باش يعني لا جيستيون ديال هاد الحاله هادي وكتسيء بزاف كما كنت قلت في فيديوهات سابقه للسمعه ديال ريال مدريد. وخاصه دابا الصحفيين الرياضيين هنايا كانت فالفيردي خرج بواحد البيان، وهذاك البيان قالوا هما بانه كيدينوا اكثر ما لان علاش يعني بدا كي بحال ما قالش، هو ما قدمش الاعتذار هو وانا كنتاسف وانا سأت الصوره ديال ريال مدريد، لا قال انا سأت الصوره ديالي، وكيتهم شي واحد من اللاعبين بانه هو اللي خرج هذا الخبر للصحافه، هذا الخبر ديال المدابزه ديالو مع تشواميني. اذا باش ما نطولش عليكم بزاف، موقف ريال مدريد في هذه الحاله دي لا يحسد عليه، واصابع الاتهام توجهات كامله لفلورنتينو، لانه هو اللي نزل عند الرغبه ديال اللاعبين، حيد تشافي الونسو لان ما بغاوش اللاعبين وخاصه فينيسيوس، حيت بدلو زيد عليهم فالفيردي ما كانش باغي يلعب في الظهير الايمن، ونزل عند الرغبه ديالهم، جاب اربيلوا الجميع كيعرف ما عندوش شي تجربه رياضيه يعني تدريبيه كبيره، راه لاعب يعني لعب في ريال مدريد ونجح في ريال مدريد، لا يعني ذلك انه غادي ينجح كمدرب. نتسناو المستقبل، ونتسناو خاصه المقابله ديال الكلاسيكو، لان هذا الحدث هذا غيأثر على اللاعبين. يعني احسن فرصه دابا هنا في برشلونه كيشوفوها بان احسن فرصه باش ينتصروا على ريال مدريد بواحد الحصه كبيره، لانهم غادي يجوا لبرشلونه غيجوا في واحد الحاله نفسيه يعني يرثى لها، ما غاديش يجوا مركزين، خاصه وانهم تقريبا فقدوا اي حظ في الفوز بالليغا. فريال دابا البارسا الا ربحات يعني صافي الفوز رسميا بلا ليغا. اذا نتسناو ونشوفوا نهار الحد اشنو غادي يوقع، ونشوفوا شنو هو الجديد وفين غتوقف فين غيوقف هذا الشيء كامل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.